برضه من الأسئلة المكررة: يا دكتور أنا عملت فحص، حطيت قطرات توسيع، هل ينفع أستخدم الموبايل أو أتفرج على التلفزيون ولا هيكون في مشكلة؟ دايما بقول لو أنت عارف تستخدم الموبايل، يعني زي ما نقول إيه، وريني نفسك. لأن أنا شخصيا قبل كده حطيت قطرات توسيع، الواحد بيبقى مش عارف يشوف أي حاجة في القريب، الموضوع بيبقى مزغلل جدا ولازم يبعد الموبايل علشان يحاول يشوف. الموضوع بيكون مقرف جدا لدرجة الواحد بيسيب الموبايل لغاية ما المفعول القطرة يروح. التلفزيون لا، بيكون أهون شوية والواحد ممكن يتفرج عليه، فمفيش مشاكل، وإن كان بيكون في شوية زغلله، يعني مفيش خطر. ان كان ان المريض في الغالب بيكون مالوش مزاج، عنده برضه حته الفوتوفوبيا شويه او حساسيه تجاه الضوء، ففي الغالب يعني ايه بيغمض عينه او حاجه. ولكن دايما زي ما بقول، لو عرفت تستخدم الموبايل او حسيت انك قادر تستخدم الموبايل، خلاص استخدم الموبايل. ولكن اعتقد ان اغلب الناس اللي هتبقى عملت الفحص او حطت قطه التوزيع مش هيكون عندها اساسا قدره انها تشوف. في الاخر زي ما بقول، ان شاء الله مفيش قلق ولا حاجه، او انتظر لحد ما المفعول يروح ونعيش حياتنا طبيعي. فالخلاصه، لو عرفت اعمل اللي انت عايزه.